الفيلم بيبدأ وإحنا شايفين سائح اسمه جريج وصاحبته الحامل هيذر على ساحل جولد كوست في أستراليا. وصلوا المكان اسمه تجربة تاكر، بس تاكر اللي المفروض بيشغل المكان مش باين له أي أثر، وبيقابلوا راجل بيبيع هناك اسمه ديف وبيقول لهم إن في راجل اتعرض لهجوم من قرش هنا قريب، بس الاتنين بيضحكوا على الكلام ده لحد ما تاكر بيظهر وبيرحب بيهم. تاكر بيعرف إنهم من كندا وبيسأل لو هم مرتبطين، بس هيذر بتوضح إنهم مجرد أصحاب وعايشين في نفس البيت، وبيقولوا إنهم كانوا المفروض يروحوا سي وورلد مع باقي المجموعة بس ناموا وما راحوش. ساعتها تاكر بيهزر وبيقول إن محدش يعرف إنهم هنا، وده بيخلي هيذر تحس بعدم ارتياح. بالرغم من كده بيركبوا المركب بتاع الراجل الغريب وبيتحركوا ناحية البحر المفتوح. تاكر بيبدأ يحكي عن طفولته وبيقول إنه لما كان عنده 7 سنين اتعرض لهجوم وحشي من قرش، بس القرش في الآخر سابه يعيش رغم إن الهجوم ساب له جرح كبير، وبعدها على طول بيرمي دلو مليان طعم في المية عشان يجذب القروش. هيذر بتخاف جدا وبتتوتر، فتاكر بيعلمها شوية تقنيات استرخاء وفي الآخر بتبدأ تهدى. بعد كده الاتنين بينطوا في المية جوه القفص وبيشوفوا عشرات القروش بتلف حواليهم. هيذر بترجع تتجمد من الخوف، بس جريج بيهديها ويمسك ايدها. ساعتها هيذر بتبدأ تستمتع بالتجربة وبتشوف جمال القروش المخيف بعين تانية. ولما طلعوا من المية بيحكوا بحماس عن تجربتهم وبيشكروا تاكر على اللحظات المثيرة، لكن فجأة تاكر بيرمي جريج في المية. تاني يوم الصبح بنشوف بنت أمريكية اسمها زيفير بتتزلج على الأمواج وبتستمتع بوقتها، وبعدها بتوصل لمحل وهناك بتشوف راجل اسمه موسى بيطلب من الكاشير كابلات تشغيل، بس للأسف مش موجودة. بعد شوية زيفير بترمي المشروب بتاعها في الزبالة وبنكتشف إنها كانت مخبية آيس كريم مسروق جواها. موسى بيقرب منها وبيسألها لو معاها كابلات، ولما بتنكر بيهددها انه هيبلغ الكاشير انها سرقت. بيقول لها انه مشي 10 بلوكات بيدور على كابلات توصيل ولازم يرجع عربيته، فزيفير بتوافق تروح معاه بالعافية. وهم ماشيين موسى بيحاول يفتح كلام معاها بس هي بتتضايق وبتصده. في الاخر بيوصلوا لمبنى عالي وهناك مركونة عربية موسى. زيفير بتلاحظ ان في بورد تزلج جواها وبتساعده يشغل العربية بالكابلات. وهم قاعدين مستنيين بيبدأوا يتكلموا عن حبهم لركوب الأمواج، وزيفير بتحس بانجذاب ناحيته. موسى كمان بيعترف إنه حتى لو ما كانتش ساعدته ما كانش هيبلغ عن الآيس كريم. وبنشوف زيفير وهي راكنة في باركينج فاضي على البحر ما فيهوش غير عربية بيك اب، وبتحاول تجهز لركوب الأمواج بس تكتشف إن المفتاح بتاع البورد ضاع منها وكان موسى رماه وانتهى مكانه مع بعض. ملهاش حل غير إنها تروح تسأل صاحب العربية، وساعتها بيظهر تاكر. زيفير بتسأله لو عنده مفتاح للبورد وفعلا بيديها واحد من غير تفكير. بعد ما تاكر بيمشي زيفير بيجيلها رسالة من موسى بيسألها ليه مشيت، فبترد عليه إنها جاية تركب الأمواج. لكن فجأة تاكر بيخنق زيفير بشنطة لحد ما بتفقد الوعي، وتاكر بياخدها ويحطها في شنطة كبيرة في عربيته. ولما الشمس بتطلع تاكر بيرجع لللانش بتاعه وبيسحب الشنطة الكبيرة لجوه الكابينة. وبنشوف موسى بيوصل لباركينج الشاطئ وبيلاقي فان زافيير، بس زافيير مش موجودة. بيتصل على موبايلها لكن بيلاقي صوت الرنة جاي من جوه العربية. وعلى المركب زافيير بتبدأ تفوق وبتكتشف إنها متكلبشة في سرير، وهنا بنعرف إن هيذر كمان متكلبشة في نفس المكان. زافيير بتصرخ بأعلى صوتها بس هيذر بتقول لها إن مفيش فايدة، محدش هيجي. بس زافيير مش من النوع اللي بيستسلم وبتبدأ تدور على حاجة تفك بيها القفل، بس عينيها بتقع على الحيطة وبتشوف اسم واحدة مكتوب بالحفر، وده بيخوفها جدا. البنات بيبدأوا يتكلموا عن وضعهم وبيفهموا إن محدش هيدور عليهم لأنهم سياح ومحدش يعرف مكانهم. في نفس الوقت موسى بيروح الشغل وهناك بيشوف فان زافيير بتتسحب بونش، وده بيقلقه جدا، فبيروح على طول قسم الشرطة عشان يبلغ إنها اختفت. الضابط بيتردد لما بيعرف إن موسى لسه عارفها من 11 ساعة بس ومش متأكد لو فعلا ضايعة، بس موسى بيصر إن لازم يعملوا محضر. ولما بيسألوه عن اسم عائلتها موسى بيقف ساكت لأنه ما يعرفوش. في المركب البنات بيكملوا كلامهم عن حياتهم، وهيذر بتحس بالذنب عشان ما سمعتش كلام أمها وسافرت. وزافيير كمان بتفتح قلبها وبتقول إنها يتيمة وتربت مع عائلات مختلفة وحتى دخلت الإصلاحية. وهي بتحكي تاخد بالها من السلك المعدني في البيكيني بتاع هيذر وبتطلبه منها عشان تجرب تفك القفل. زافيير بتنجح إنها تفك السلك، وساعتها تاكر بيجي معاه صينية فيها أكل ومية. هيذر بتشرب بس مية، أما زافيير فبتتخانق معاه عشان الأكل وفي الآخر بتشرب المية برضه، وتاكر بيسيبهم ويمشي. بعدها زافيير بترجع تحاول تفك القفل، لكن فجأة بتحس إنها بتعرق بشدة
ورؤيتها بتبدأ تتهز. في الآخر بتقع على الأرض، وتاكر بيرجع الغرفة وياخد السلك منها بهدوء. وهنا بنكتشف إنه حط منوم في المشروبات، وده اللي خلاهم يفقدوا الوعي. بعد شوية زافير بتفوق وبتلاقي نفسها مربوطة في كرسي على سطح المركب، وتاكر بيجهز الكاميرا. الراجل المجنون بيقرب من هيثر وهي لسه نايمة، وبيقص خصلة من شعرها قبل ما يصحيها. بعدها بيشغل زرار بيرفع هيثر فوق المية وهي مربوطة في الحزام. زافير بتترجاه يسيبها، وهيثر بتعيط وهي شايفة القروش تحتها. بتترجى تاكر إنه يسيبها، لكنه بيتجاهلها وبيبدأ ينزلها تدريجي في المية. وزافير بتصرخ بكل قوتها، وتاكر بيسجل كل لحظة بالكاميرا وهو فرحان بجنونه. بعد شوية زافير بتحفر اسمها واسم هيثر على الحيطة، وتلاحظ إنها مش أول واحدة تعمل كده. في طبقات من الأسامي القديمة تحت الدهان. وتاكر بيرقص وبيشرب في أوضة تانية، وزافير قاعدة مذهولة من عدد الضحايا اللي جم قبلهم. بعدها تاكر بياخد خصلة شعر هيثر ويلزقها على غلاف شريط، وبيحطها في دولاب فيه نسخ تانية، وبيطلع شريط جديد فاضي ويكتب عليه اسم زافير، وده معناه إنها هتبقى الضحية الجاية. تاني يوم تاكر بيجي يديها أكل ومية، لكنها بتضرب الصينية برجليها وبتقول له يبعد عنها. بيحاول يبرر اللي بيعمله، وبيقول إنه زي القرش بيصطاد الضعفاء عشان يحافظ على توازن الطبيعة. بس زافير بترد عليه وتقول له إن القروش كائنات من غير عقل، أما هو فمجرد جبان مختل عقليا. تاكر ما بيعلقش، وقبل ما يسيبها بيقول لها تستخدم الجردل اللي سابه لها كحمام. بعد ما بيمشي زافير بتفكر وتكسر قطعة من الجردل وتحولها لسلاح. وفي نفس الليلة تاكر بيرجع وبيحاول يحقنها بالمخدر وهي نايمة، لكنها بتطعنه بالقطعة اللي كسرتها من الجردل وبيفقد وعيه. زافير بتاخد المفاتيح وبتفك نفسها بسرعة، لكن قبل ما تهرب تاكر بيفوق وبيطعنها بحقنة في رجليها. بتضربه وبتجري على غرفة التحكم وتحاول تستخدم اللاسلكي تطلب نجدة، بس مفيش فايدة. بتطلع على السطح، لكن تاكر بيظهر تاني وبيهاجمها، وبترمي الكاميرا بتاعته في المية وبترمي نفسها وراها. بس تأثير المخدر بيزيد وبتبدأ تغرق وما بتقدرش تكمل، فتاكر بيرجعها تاني على المركب. وتاني يوم الصبح موسى بيجي الشاطئ مع البوليس عشان يدوروا على زافير. فجأة بيجيله فكرة وبيفتح تطبيق اسمه ويف واتش اللي بيعرض لقطات لايف من الكاميرات على الشاطئ. موسى بيشوف لحظة اختفاء زافير، وبيلاحظ عربية ماشية من جنب عربيتها وعليها شعار تجربة تاكر، فبيقرر يتصل بتاكر وبيجيب رقمه من الموقع، لكن تاكر مش بيرد. وبنشوف تاكر وهو في المدينة بيشتري كاميرا جديدة عشان اللي فاتت اتكسرت. موسى بيقدر يوصل لللانش تاكر بس ما بيراقهوش، وفجأة بيسمع صوت زريخ زافير وبيفهم ان في حاجة غلط، وبيكسر ازاز ويدخل ويمشي ورا الصوت لحد ما بيوصل لها، وبيفك اللازق من بقها وهي بتصرخ فيه يدور على حاجة يفتح بيها القفل ويتصل بالشرطة قبل ما الراجل المجنون يرجع. بس وهو بيتصل تاكر بيكون وصل اللانش، وبيحصل صراع عنيف بينه وبين تاكر، وموسى بيكون هيخلص على تاكر لحد ما فجأة ديف بيظهر وبيخبط موسى على دماغه ويوقعه. بس أول ما بيسمع صوت زريخ جاي من تحت تاكر بيسكته بضربة فأس في دماغه. بعد كده بنشوف موسى مربوط في السرير جنب زافير وبيعتذر لها إنه فشل ينقذها. بيسألها ليه مشيت الصبح، فبتقوله إنها شايفة إن الوحدة أحسن لها. بس موسى بيرد عليها إنه مفيش حد بيكون كويس وهو لوحده، وإنه عارف إنها تعذبت في حياتها وده السبب إنها دايما بتهرب. لكن قبل ما يكملوا كلامهم تاكر بيدخل عليهم وهو شايل حزام تعليق، وبنشوف موسى مربوط بالحزام وتاكر بيقص خصلة من شعره كأنه بيجهزه للقتل. زافير بتتوسل لتاكر إنه يسيبه وبتقوله إن موسى مش سائح وكمان غني والبوليس أكيد هيدور عليه، بس تاكر بيتجاهلها وبيشغل الرفعة وبيخلي موسى يطلع فوق المية. وكل ما موسى بيبدأ ينزل زافير بتصرخ له إنه يفضل ثابت من غير حركة. هو بيسمع كلامها وفعلا القروش بتبعد عنه، وده بيخليهم يهدوا شوية، وده بيجنن تاكر فبيرجعه للمركب وبيطعن موسى أكتر من مرة وبيغرقه في الدم، والقروش بترجع بسرعة، والمرة دي الثبات مش هينفع. موسى بينزل تاني وكل حاجة بتقول إنه انتهى خلاص، لكن في آخر لحظة بيظهر هليكوبتر بيعدي قريب وتاكر مش عايز يتفضح فبيأجل القتل مؤقتا. بعد كده بنشوف موسى جوه الكابينة وهو بينزف وفاقد الوعي، وزافير قاعدة بتبصله بندم حاسة إن هي السبب في اللي حصل له. وفي اللحظة دي بتاخد قرار مصيري وبتكسر صباعها عشان تحاول تطلع من الكلبشات
قبل ما تاكر يجي عشان يديهم الأكل. وأول ما بيدخل بيقول لها إن هي وموسى مش لايقين على بعض، وإنه ضعيف وناعم وما ينفعش. وقبل ما يمشي بيقول إنه حاسس إن العرض الليلة هيبقى واحد من أعظم عروضه. ولما بيسيبها زفير بتحاول تفك نفسها، بس حتى بصباعها المكسور مش قادرة، وبتاخد خطوة أصعب وبتبدأ تعض صباعها بكل قوتها وهي بتعيط من الألم. وبعدها بوقت قصير تاكر بيرجع وبيتصدم لما يلاقي سرير زفير فاضي، وبنكتشف إنها قطعت صباعها عشان تقدر تهرب، وبتبقي مستخبية ورا الباب وبتقفل عليه الباب بسرعة وبتجري عشان تهرب. وبتروح على غرفة التحكم وبتحاول تشغل الموتور، لكن تاكر بيفتح فتحة الطوارئ وبيبدأ يخرج. أول ما الموتور يشتغل تاكر بيقطع الكهرباء والمركب كلها بتقف. زفير بتبص من الشباك وبتشوف حفلة على شاطئ قريب، وبتاخد شمروخ وبتحاول تولعه عشان يلفت انتباههم، لكن تاكر بيظهر فجأة من وراها فبتولع الشمروخ وتضربه بيه وتقفل الباب عليه. وبتحاول تهرب من السقف، لكن تاكر بيكسر الباب وبيجري وراها تاني. زفير بتضربه بطاسة في وشه وبتطعن كفه بالسكينة وبتنط بعيد. أول ما بيفوق بيشوفها بتجري ناحية الشط بكل قوتها، ومن غير تردد تاكر بيركب مركب سريع وبيطاردها بأقصى سرعة. زفير بتسبح وهي بتحارب وجع جسمها وتعبها لحد ما توصل للشط وتصرخ تطلب نجدة، بس قبل ما حد يسمعها تاكر بيمسكها ويسد بقها ويخبطها لحد ما تفقد الوعي. بعد شوية زفير بتفوق وتلاقي نفسها متعلقة بالحزام، والمرة دي موسى هو اللي مربوط على الكرسي وبيتفرج. تاكر مشغل الكاميرا ومستني العرض، وسعيد جدا لما بيلاحظ ان قرش من النوع العنيف والعدواني وصل. زفير بتبدأ تنزل ناحية المية، وموسى بيصرخ بكل قوته يطلب من تاكر يوقف. نص جسمها بيغرق في المية ودمها بينزل منها، لكن القروش مش بتهجم، وده بيخلي تاكر يتلخبط مش فاهم ايه اللي بيحصل، لحد ما يلاحظ ان قرش ابيض ضخم ظهر وخلى باقي القروش تهرب. تاكر بيحاول يبعده بخطاف لكنه بيفقد الخطاف في المية. زفير بتحاول تطلع على الحبل باستخدام الخطاف لكنها بتقع تاني، والوقعة ديت بتفكها من الحزام، وفجأة بتلاقي نفسها وشها في وش القرش الأبيض الكبير، وبتفتكر إن نهايتها قربت، لكن القرش بيتجاهلها ويمشي. في الوقت ده تاكر بيدور عليها في المية ومش واخد باله إنها بتتسلق من ورا المركب، وبتقدر تطلع المركب وبتصوب بالخطاف على تاكر وبيقع في المية. وتاكر بيحاول يهرب ويطلع، بس الوقت فات والقرش الأبيض العملاق بيظهر فجأة ويكمل المهمة وبيقطع جسده بمنتهى الوحشية، وكل ده بيتسجل على الكاميرا بتاعته. القرش بيسحب تاكر تحت المية، لكن حبل الخطاف بيتلف حوالين رجل زفير وبيشدها جامد لجوه، وموسى بيصرخ وهو مرعوب والصدمة بتخليه يفقد الوعي. لكن زفير اللي متعودة تحارب بتقدر تطلع تاني وتوصل للمركب، وبنشوف زفير وهي بتولع شمروخ، وفعلا مركب قريب بيلاحظها وبيتحرك ناحيتهم عشان يساعدهم، وبتحاول تصحي موسى لكنه في حالة حرجة ومش واعي. ساعتها زفير وهي بتعيط بتقول إنها كانت فاكرة إن مفيش حاجة مستنياها على البر، لكن دلوقتي كل حاجة اختلفت عشان هو موجود. وساعتها موسى بيفتح عينيه وبيبتسموا لبعض بابتسامة فيها أمل ووعد من غير كلام.